السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو حبايبي ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة. النهارده فيديو جديد كده حبايبي. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني من الفيديو اللي فات وبتوحشوني على طول. بحبكم في الله. النهارده فيديو كده زي ما انتوا شايفين كده بقى، طريقة السمك قلنا نعملها مع بعض النهارده. غدا البنات وغدانا، فقلت بقى اصور معاكم كده. طريقة بسيطة وسهلة جدا جدا، وعلى طريقتي انا بقى. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتنول اعجابكم. بس بصوا والله العظيم مش يعني بصوا المنظر اصلا نفسه، يمكن الكاميرا كمان ظالمه الصوره نفسها. بس والله العظيم السمك كان طعمه تحفه تحفه. ده كان غدانا النهارده. انا صورت معاكم وبعد كده نزلت الفيديو على طول. يا دوب حطينا الغدا اتغدينا وقلت بقى ايه انزل الفيديو. طبعا انا مصوراه العصر، يعني على بال ما عملت الغدا وخلصت كان العصر قدم. وحطينا بط قاعده على الصينيه اهي، علشان خاطر مستنيين ان احنا نتغدى. بنفرش قدام الباب كده حته نظيفه كده ونقعد بقى. ده يا جماعه السمك دوت. معرفش باين معاكم ان هو نوعه ايه ولا لا. ده السمك اللي هو المكاريل الاصلي. السمك اللي هو المكاريل، كلنا عارفين السمكية المكاريل هتشوفوها في الصور دلوقتي. انا بصراحة بحبها الاصلية عشان بيبقى لحمها ابيض كده وتحفة، وبتبقى ما فيهاش اي زفارة. البنات بيحبوها عندي سنجاري وبيحبوها عندي مقلي. وبيحبوها مشوي. انا الحمد لله عندي البنات بيحبوا جميع انواع السمك سواء مشوي او مقلي او سنجاري. بس السمك المكاريلي ده بالاكتر بيحبوه مقلي وسنجاري. فانا جيت النهارده قلت هنتغدى بقى، نعمل غدانا النهارده. نورة قالت لي صوري يا ماما طريقه السمك وانت بتعمليها. قلت لها خلاص ماشي، مش هصور عند الطيور النهارده ولا في الزرع. هنخليها النهارده نمشيها روتين اكل في البيت بقى والمطبخ والسمك وكده. الصينيه بتتكلم عن نفسها زي ما انتم شايفين. هقول لكم على التتبيله وعلى الطريقه. دي كده الخلطه اللي انا عاملاها دي للسمك السنجاري اللي هندخله الفرن. طبعا انا جبت بصلايه كده حلوه، وجبت خضره، جرجي، اسفه بقدونس وشبت وكزبره. ودي بطاطس قشرناها كده حلقات كده، لا هي رفيعه قوي ولا تخينه قوي. قلت علشان خاطر ايه تستوي معاكم في الفرن. وهو ده السمك المكاريلا اهو، اكيد كلنا كده لما شفناه عرفناه. دي السمكه اللي هي الاصليه يا جماعه. في منه اصلي وفي منه النوعين تانيين يعني، بس الانواع التانيه بتبقى اقل في السعر. بس بصراحه انا بجيب، لو هجيب من ده كيلو واحد احسن ما اجيب من التاني 2 كيلو. بصوا بقى، انا قطعت البصل زي ما انتم شايفين كده حلقات صغيره زي ما انتم شايفين كده، وقرن فلفل حراق وقرن فلفل بارد. وانتم برضو لو مش عايزين الحراق تستغنوا عنه عادي خالص، على حسب ما انتم بتحبوا. وقطعت خضره بقدونس وشبت وكزبره، وحطيت بقى وفصين توم قطعتهم برضو كده ترانشات، وقطعت طماطميتين برضو قطع زي ما انتم شايفينها كده حلقات رفيعه خالص. اهم شيء تقطعها حلقات رفيعه علشان خاطر ايه تبقى مستويه معاكي في الصينيه، لان انا هدخلها الفرن بس مش هحطها على العين من فوق. فاحسبها تستوي كلها في الفرن مع بعض. انا بقى الخلطه دي يا جماعه حطيت عليها بقى بهارات، كمون وكزبره، شويه قرفه صغيرين. انا بحب القرفه قلت لكم في اللحوم او في الفراخ او في السمك، بحب عشان بتدي ريحه حلوه. وعصرت عليها 5 6 ليمونات حلوين كده، وحطيت الملح بتاعها ظبطته وقلبتها، وكزبره ناشفه وكمون. ده اساس السمك، الكمون والكزبره كلنا عارفين. وقطعنا البطاطس كده، قلبتها الخلطه كلها مع بعضها كده زي ما احنا شايفين، قلبتها في قلب بعض. وجبت رصه بطاطس حطيتها زي ما انتم شايفين كده في الصينيه من تحت. وهبدا ارص السمك، بس هفتح السمك الاول علشان خاطر انا كده اصلا كنت فاتحاه وغسلاه ومنضفه بطنه من امبارح بالليل. وجيت تبلته بكمون وكزبره وملح و... وحطيته وليمون، وحطيته في التلاجة في الصينية على الرف تحت الفريزر يعني. قلت علشان بكرة اطلعه واعمله يبقى فاكك من بعضه، وفي نفس الوقت هطلع واتبل على طول. طبعا انا فتحت السمكية كده بالسكينة مشرشرة علشان تبقى سهلة معاكي وتفتح على طول. بصوا هو المفروض ان هي تتفتح العكس الناحية التانية، بس انا عشان منضفة بطنه وفتحته. فنورة نضفت بطنه امبارح بالليل فتحته من ناحية البطن. المفروض ان هي تتفتح من ناحية الظهر الاول، وما تفتحيها من ناحية الظهر
بتروحي منضفه البطن معاكي بس عادي كده شغال وكده شغال. هي فتحته العكس عشان هي نضفته بالليل وهي ما كانتش هتعرف ان انا هعمله سنجاري، فراحت فتحاه العكس يعني. بس عادي بتفتح معايا بكل سهوله اهوت ومفيش اي مشكله خالص، والسكينه اصلا عشان حاميه ومشرشره فبتفتحوا معايا بكل سهوله خالص. طبعا السمك بصوا قلبه ابيض، يمكن الكاميرا كمان مش مظهره عشان عندي الاضاءه في المطبخ مش قد كده، فمش مبينه الاضاءه السمك قوي. بس والله العظيم يا جماعه مع انه شارب من التتبيله والمفروض ان التتبيله تغير لونه، بس السمكه قلبها ابيض زي الفل كده. طبعا احنا غسلناه حلو وليمون وملح ونضفناه تنظيفه حلوه ورحنا متبلينه وحطيته زي ما قلت لكم في التلاجة. وبجيب السمكه ايه افتحها كده نصين وبروح جايه رصها ايه فوق البطاطس. طبعا التتبيله انا رش عليها زيت كمان اللي هي اللي انا هحشي بيها السمك، حطيت عليها كمان شويه زيت كده وقلبت ده كله في بعض. وتظبطي بقى ملحها وتوابلها وحاجتها، وكل واحده بقى على حسب تكتها في المطبخ وحسب ان هي ايه، كل واحده بيبقى لها تكه كده في مطبخها وفي اكلها وفي طريقتها يعني. بس انا جبت بقى التتبيله كده اهو وبحشي السمك من جوه بيها زي ما انتم شايفين كده منظرها تحفه. شكل البصل مع الثوم مع الكزبره والبقدونس والشبت والطماطم، بصوا ريحتها لوحديها تجنن كده. انا رشيت عليهم شويه زيت برضو قلبتهم في بعض، وهرجع ارش على السمك تاني من فوق زيت برضو علشان خاطر ايه يتحمر ويبقى شكله حلو. انا بقى الجديد في الطريقه عندي انتوا هتشوفوه التكايه اللي انا المفروض ايه بعمل علشانها وبعملها. معرفش حد اذا كان بيعملها او لا، بس هي التكايه في الاخر انا هقول لكم ايه هي التكايه الجديده في الموضوع. طبعا السمك السنجاري ده اسمه كده سمك سنجاري، بتروحي تشتريه من المحل بيشوي على كيلو 30 جنيه وبيعمله لك بقى ايه ياخد 30 جنيه. شوفي بقى لو هتجيب 2 كيلو 3 كيلو هياخد عليهم 90 جنيه على 3 كيلو. طب حرام، انت لو جبت الحاجات دي كلها وعملتها في البيت مش هتكلفك 20 30 جنيه. لو من كل نوع هتجيبي ربع كيلو بس وهتعمليه، مش هتكلفك التكلفه دي يعني، مش هتكلفك 8 كيلو واحد بيتشوي. وبعدين انا جبته بقى قلت ايه خلاص انا هعمله في البيت عندي وهعمله الفرن وهعمله وهقسم نص السمك التاني هعمله مقلي عشان اللي مش هياكل من السنجاري يبقى ياكل المقلي. طبعا بقى شويه بطاطس انا قسمتها نصين، حطيت رصه تحت والرصه التانيه على الوش اهي عشان عندي البنات بيحبوا البطاطس في قلبها. ما بشتريها من بره وبيكون بقى حاطين عليها بطاطس وبصل وحاجات بيحطوها في قلبها، فالبنات بيتخانقوا عليها يعني. فانا كده خلاص اهو رصيت الصينيه، بصوا منظرها تحفه وشكلها يجنن كده. خلاص هي جاهزه على دخولها الفرن، هرش عليها شويه زيت من فوق واحطها في الفرن وهسيبها بقى في الفرن حوالي يعني من نص لتلت ساعه كده على حسب درجه الحراره عندك. انا بحطها على الرف اللي تحت على الفرن عادي مباشر مفيش اي حاجه، وبتابعها كل ايه 5 دقايق و10 دقايق كده بشوفها. وبعد كده بروح جايه احطها فوق الشوايه واولع عليها على الرف التاني واولع عليها الشوايه قيمه 5 دقايق كده او 10 دقايق. بصوا بقى يا جماعه هي كده انا حطيتها في الفرن وطلعت. بصوا المنظر، طبعا الصينيه مولعه نار لسه طالعه من الفرن كده بقى. بصوا مش هقول لكم على جمالها وعلى ريحتها وعلى شكلها. التكايه بقى اللي انا هقول لكم عليها دي نوره كانت بتحاول تلف الصينيه بس الصينيه سخنه الصينيه سخنه وهي خايفه تمسكها، اللي هي بصوا بتمسك بصوابعها الاتنين كده بعيد وايه وخايفه ان هي ايه تمسك الصينيه فتتحرق. بصوا بقى التكايه اللي انا هعملها في الصينيه لما طلعتها بقى من الفرن كده. بس لسه اول مره اشوفها وهي بتعملها، قلت لها ايه الاختراع الجديد ده؟ نور اول مره تبص على الاختراع وتشوفه، مع ان عادي الاختراع اي حد بيعمله عادي، بس هي علشان اول مره تشوفه وانا بعمله قدامها فالمنظر لفت نظرها وخلاها ايه ده. وبصوا بقى هي التكايه اهي انا مولعه هنا فحميتين على النار، حطيت فحميتين كده على العين بره على بال ما طلعت الصينيه من تحت الشوايه وخليتهم زي ما انتم شايفين كده الفحميه الاثنين مولعين. بس انا طبعا لو نفخت ده كله هيطير في الاكل، فطبعا التكايه بقى انا بحطها كده وهجيب معلقتين زيت وهنزل بيهم على الفحم. بصوا كده، بصوا بقى المنظر والدخان ده بقى ده كله انا عايزاه ينزل على السمك وعلى البطاطس تبقى مدخنه، تبقى واخده من طعم الفتح من طعم الفحم وتبقى مدخنه. بصوا بقى وتغطاها بالغطا كده الحله، بصوا الدخانه لحد لما غطيت والدخانه برده بصوا ماليه المكان، كانت ماليه المطبخ. ودخلت هبه صغيره قالت يا ماما ايه ده يا ماما ايه ده انت بتشوي ولا بتعملي ايه؟ قلت لها بصوا حتى انا سبتها بتاع 5 دقايق كده، كتمت الغطا بيها والدخانه بيها 5 دقايق لحد لما ايه خلاص. حتى وانا بشيل كان لسه في دخان بسيط برده كده. المنظر اساسا والطعم والريحه طالعه مش هقول لكم تجنن كده والله العظيم يا جماعه. بصوا بس انا عايزه اوريكم السمك لان السمك طبعا متغطي بالحاجه اللي عليه التوابل اللي عليه والتتبيله اللي انا عاملاها. بصوا السمكيه
بصوا اهي بسم الله ما شاء الله. بصوا دايبه دايبه كده، اللي هو بصوا وانا بشيلها اتقسمت نصين علشان دايبه من كتر السوى والمنظر نفسه، يعني تحفه. وغير طعمها بقى والله العظيم يا جماعه، مش هقول لكم على طعمها وحلاوتها، ولا تقولي بقى تعملي في مطعم و30 جنيه على كيلو ولا الكلام ده كله. انت ست بيت شاطره، وكل ست بيت تعرف تعمل تكاتها في مطبخها وحاجتها. وطبعا عايز البال الرايق ان انت تقفي تطلعي اكلك كده تحفه. انا من عشاق السمك، انا وهبه اختي بنموت في حاجه اسمها سمك. بحب كل انواع السمك، مقلي مشوي، اي انواع، بولتي، مكاريل، طبار، اي نوع سمك. بحب الجمبري والشوربه بتاعته، شوربه السفود، بس عشان من غلوها طبعا ما بنعرفش نجيبها. بس يا جماعه مش هقول لكم على المنظر. هنا بقى عملت السلطه، نورة اللي عملت السلطه عشان ما اضحكش عليكم. وغرفت السمك بقى في اطباق، وعملت رز بالطماطم عشان كل مره بعمله بالبصل. قلت خلاص المره دي هنعمله بقى بالطماطم، تبقى تغيير يعني. وقليت بقى كان في سمكتين باقيين ما رضيتش اعملهم سنجاري، قلت خليهم بقى في الصينيه. بصوا نور عماله تخلع في السمك وتاكل وهي بتصور، وانا عماله اقول لها ما تاكليش السمك هتخلصيه، عماله تقول لي استني يا ماما ادوق. بصوا بقى المقلي هناك اهو برده مقرمش، قليته في الدقيق والتتبيله بتاعته عشان يطلع مقرمش معاكي. بتحطيه في الدقيق، بعدين ترجعي تحطيه في التتبيله انت متبلاه فيها تاني، تبليه يعني، وترجعي تحطيه في الدقيق وتحطيه بقى في الزيت، بيبقى مقرمش معاكي وتحفه، عامل زي البانيه، كانك بتاكلي بانيه بالظبط، وكانك بتاكلي سمك يعني. بصوا ولا تقولي لي مطعم ولا فخامه. معلقه رز بس قلت حرام ابوظ بالشكل ده. كانت عايزه تقرب على الرز بقى مع السمك، فقلت لها اوعي بوظي المنظر اللي انا عاملاه. قالت لي ما كده كده هيتفك يا ماما. قلت لها بعد ما تصوري تبقي تفكيه براحتك. هي بقى خدت السمكايه وعايزه تاخد معلقه سلطه ومعلقه رز كمان عشان تبلع وهي بتصور، بتحلل يعني ان هي ماسكه التليفون وتمن التصوير بقى يا جماعه. فانا طبعا قلت لها لو قربتي جنب الرز انت حره، ماشي السمك خدي ودوقي براحتك. بصوا السمكيه مقرمشه جدا، لو مسكتوها كانت في ايد نوره السمكيه مقرمشه وعامله زي البانيه بسبب التكايه اللي انا بقول لكم عليها. بطلع من التتبيله احط في الدقيق، ومن الدقيق ارجع تاني احطه في التتبيله تاني، وارجع بقى احطه في الدقيق تاني، وارجع احطه في الطاسه. هي شغلانه شويه، بس لو عملتيها هتحس ان السمك يعني بيطلع معاكي طعمه تحفه، زي نظام البانيه كده لما بتيجي تعمليه. بس يا جماعه ده الغدا بتاعنا النهارده، قلت اصوره معاكم. وهي بقى كمان خدت بطاطسايه هي بتدوقها وقاعده بتاكل. بيقلبوني يا جماعه والله، بيقلبوني في الاكل، بس بالف هنا وشفا ليهم، انا بعمل ده كله عشانهم. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.